اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من برنامج محدش يصدق. انا جيت. لو انت لسه اول مره تشوفنا ارجع اتفرج على الحلقتين اللي فاتوا علشان ما يفوتكش اي حاجه وبعديها تعالى. انما لو انت بتتفرج معانا من اول حلقات وحشتني والله. نايس. اخر مره اتكلمنا، قبل بس ما نتكلم ما تنساش تنزل تحت تدوس زرار اللايك وتفعل زرار السبسكرايب وكمان تتفعل زر الجرس علشان يوصلك جديدنا اول باول. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن بعد لما انا حسبت التاكس بعد مرمطه ومعاناه، غير طبعا ان الجو طبعا كان حر موت، ما ينفعش خالص ان الواحد يعيش فيه. الكلام ده الساعه 12 بالليل، ما بالكم بقى الصبح هيبقى ايه الموضوع. دخلت الفندق اللي هو كان اشبه بمصيدة فيران، مصيدة فيران مش بس كشكل، كريحة، جودة. حرفيا الفندق كان هربان من، يعني ما اقدرش اقول اسم منطقه معينه، لكن كان عشوائي جدا. بس ارخص حاجه يا باشا لقيتها على الاونلاين، احجز. وانا لسه هفكر، واحد معيش فلوس. دخلت الفندق وهنا قابلتني اول مشكله من ساعه لما دخلت الفندق. اول ما دخلت على طول وكانت موجوده في الريسبشن، وكان اسمها نالا. نالا كانت بنت جميله، كانت اجنبيه، وكان عليها ابتسامه باهته، تحس ان في حد حاطط سلاح في ظهرها علشان تبتسم. وفي اللحظه ديت انا اكتشفت ان احنا ما كناش بنتعلم انجليزي في مصر. طلعت ان انا ما بفهمش. انا حمار. التعليم المجاني ما عادش هينفع خالص بعد كده. من اول المرحله ديت انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي ولازم تعترف بحاجه زي كده. ودي اللي نالا لو وضحته لنا اول لما انا دخلت ولسه بوريها حجز الفندق، وبدات ترحب بيا وتتكلم معايا بالانجليزي، وانا قسما بالله ما فاهم منها ولا كلمه. انا قاعد بهز في راسي، تمام، صح، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. لحد لما في كلمه لفتت انتباهي، وديت في اي لغه هنعرف معناها، الا وهي ماني. اول ما قالت ماني بس كده يا باشا، انت المفروض ان انت تدفع الفلوس. ماني درسناها في سنه كي جي 1، اول لما بتخش بيقول لك ماني. هنا بدات ان انا اطلع الفلوس اللي معايا، اللي هي كانت عباره عن دولارات طبعا، واديته لها. هنا بقى الابتسامه طارت، كشرت، قالت لي نو وي نيد درهم. وقتها انا برضو مش فاهم هي بتقول ايه، لكن درهم وانا معايا دولار، ولسه بتاع التاكس احنا متخانقين معاه لو تفتكروا برضو ان هو علي درهم. فخلاص احنا يا باشا انت في رحله جديده ان انت هترجع تاني للصرافه. الكلام ده الساعه 12 بالليل، الموضوع شبه مستحيل. غير كده ان في واحده مستنياك ب 150 لو فاكرينها، هترجع لها هتيجي تقول لك تعالى تاني، ممكن المره توصلها لنا 70 بقى. مش هتسيبك، ده بتربي زبون. هي الواحده مجتهده عايزه تكسب زبون. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ نحل المشكله دي ازاي؟ لقيتها بتكلم معاها طبعا بلقلق، I have دولار، excuse me، دولار تمام، وكلمه انجليزي على كلمه عربي، ما هتعمل ايه؟ انت بتهزر يا ابني؟ هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. وهموت وانام، هموت وانام، انا مش قادر. انا لو ما نمتش دلوقتي انا هقلع لكم ملط هنا، انا اسكندراني مش قادر فعلا، لازم انام. ما رضتش ان هي تاخد دولار تحت اي حال من الاحوال، وكان لازم فعلا ان انا ارجع. وانا مش هضحك عليكم، انا خايف ان انا ارجع مش هلاقي الشاب العربي اللي خلاني اخلع من البيت اخر مره، وانا في الدوله ما اعرفش منها اي حاجه. وفعلا انا محتاج ان انا انام بعد خناقات الطياره وبعد التاكس وبعد اللف الكتير ده كله. انا لو ما نمتش مش هبقى بكامل قوايا العقليه. واي حد من اسكندريه فاهم يعني ايه ان انت تاخد واحد اسكندراني يكونش بكامل قوايا العقليه، يعني الدنيا هتبوظ. احمد، ايه في ايه؟ انت ايه اللي جابك النهارده؟ اقعد يا ايه بس في ايه؟ في ايه؟ ايه بس في ايه؟ وانت مال مامتك؟ ايه؟ وانت مال امك؟ فقمت كلمه مع كلمه من هنا، لقيتها ان هي بدات تتضايق، بدا ان صوتها يعلى، او مش صوتها يعلى، هي اللي هو هي رافضه، ما فيش اي محاوله خالص. وطبعا انت ما تعرفش حد في الدوله ترن مثلا عليه يجيب لك درهم ويجي، ما عندكش حساب بنكي تحول عليه، حتى يا مؤمن معكش كريدت. انا خارج من مصر معيش حتى كريدت او معايا كارت ان انا احاسب بيه. فالدنيا كانت رايحه في ضيقه خالص، لحد لما سمعت صوت النجده. انا حرفيا ده صوت ملاك الرحمه، واحده بتتكلم عربي
ولقيتها جايه من ورايا وبتسالني بتقول لي ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وببص بلف ورايا لقيتها لابسه اليونيفورم بتاع المصيادة الفلاني اللي انا كنت قاعد فيه ده. عرفت ان هي على طول موظفه في الفندق. رحت اتكلمت معاها. قلت لها دلوقتي هي بتقول لي ان هي عايزه درهم وانا معيش غير دولار، وانا كنت في صرافه هناك كنت عندها، كانوا هيتحرشوا بيا الصراحه فمش هينفع. قالت لي خلاص تمام مفيش اي مشاكل، انت ممكن تطلع فوق تستريح، لان انا مده اقامتي كانت 7 ايام. فقالت لي انت ممكن تطلع فوق تستريح وبعد كده تبقى بكره تنزل الصبح تفك في الصرافه والدنيا هتمشي يعني. انا وقتها اللي هو انت ازاي بالحلاوه دي؟ انا ممكن اخدك بحضني؟ فعلا اللي هو انا عايز اترمي في حضنك واعيط مش قادر. يا عمي خلاص. سبت لهم الباسبور، خدوا صوره من الباسبور بتاعي. الباسبور بتاعي اتهان معايا في السفريه. انا كل خطوه بتعملها بباسبورك انت، حتى أنا لو رحت اشتري سجاير اتوقع ان الراجل اللي على الكاشير باسبور، مفيش، انت باسبورك هو اللي بيحركك. قمت مديها الباسبور. بعد لما اديتها الباسبور طبعا الكلام ده يعني وانا بقوله دلوقتي احس اللي هو طب ما طبيعي ان ده يحصل. لا ده مش طبيعي ان هو يحصل لواحد خارج من القمه في اسكندريه مره واحده لقى نفسه في الشارقه. فلا انت بتكلم عقليه واحد يعني المدرسه بتاع الاعداد بتاعتك اسمها ادريسي، ف يعني انسى بقى خالص تقول لي ده الطبيعي ومش ده الطبيعي. لا بالنسبه لنا ده خزعبلات. سبت لها الباسبور وطلعت خدت طبعا الشنط بتاعتي وانا بجرها. قالت لي لا في حد هيجي ياخد لك الشنط. حسيت قد ايه الواحد فعلا انت كده وصلت لارض الامان خلاص. يا ريتني كنت انا يا اخي، والله العظيم. حد طلع لي الشنط فوق. دخلت الاوضه، حرفيا الاوضه يعني تقريبا مصيده الفيران، انا كده بكبر من حجم الفندق. الاوضه حرفيا انت كنت بتمشي فيها خطوتين، الخطوه الثالثه هتقع بقى من الشباك. ما فيش. الحمام اصلا متاخد في ربع متر، انت بتاخد شاور وانت واقف، انت مالكش الحق ان انت تعيش اصلا. انت جاي اقعد يا باشا لغايه لما تظبط وضعك وبعدين تشوف رايح فين. انت مش هتعيش في الفندق. اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. ده عنوان الفندق، انت مش هتعيش فيه. دخلت علشان طبعا عايز ان انا اريح وعايز ان انا افرد جسمي. قمت قالع مغير، لبسنا الهدوم، حطينا الشنط. في حاجه غلط، عمال اعرق عمال اعرق عمال اعرق. المفروض ان اي فندق في العالم هو طبيعي لو مش مكيف هيبقى في مروحه. فببص لقيت فعلا ان في زرار للتكييف وفي منفذ للتكييف. طيب ايه مش فاهم يعني، هو المنفذ ده عشان لو حصل عليه اقرب منه؟ طب ما تشغله يا عم، هات لنا هوا يا عم. والشباك اللي في الاوضه ما بيفتحش. اغلب الفنادق اصلا في الخليج الشبابيك فيها ما بتفتحش. اعمل ايه؟ انا بموت يعني. انا حرفيا بتقلب معايا من ان انت عايش في مصيده فراخ، لا انت دخلت في فرن، انت هتتشوى وهتتقلب على الجنبين يعني. انت بقى بتكفر عن ذنوبك. رنيت على الريسبشن، ردت عليا ايلين. قمت قافل السكه في وشها، ما انا لسه هنظر فيس تو فيس وما عرفتش اتعامل معاكي، هتعامل معاكي في الفون. وقمت نازل. رحت للعربيه، السلام عليكم دلوقتي انا التكييف مش شغال عندي. قالت لي خلاص تمام اطلع هنبعت لك حد يصلح. السلام عليكم. انت معدي على ترعه في ايه؟ كلمة تطلع وهنبعت لك حد نصلحه دي بالظبط لو سمعتها في فندق كأن الاتش ار بتاع الشغل عندك قال لك روح وهنبقى نرن عليك. وانا كواحد خارج من الادريسي فما كنتش اعرف حاجه اسمها كده. فطلعت الاوضه على امل ان هم يبعتوا حد. عدت نص ساعه محدش جه، وانا خلاص يعني انا شويه وهقلع جلدي، ما عادش في اي حاجه ممكن تتقلع. انا بقيت نازل خالص. فقمت تاني لابس ونازل تاني، لو سمحت انا عايز حد يجي معايا يصلح لي التكييف. قالت لي طب اطلع وانا هبعت لك حد. قلت لها انا قاعد في الريسبشن عندكم مكيف، انا قاعد في الريسبشن ممكن اجيب هدومي من فوق وافرش هدوم لكم على الارض عادي خالص يا اسكندراني. دخلت كلمت حد جوه، وفعلا في راجل محترم طلع معايا برضه بيتكلم انجليزي هندي بقى، انجليزي هندي اللي هو صديق حول. فقشطه ده هتعامل معاك انت هحول لك معايا. فقام طلع معايا فعلا، فضل يتك على كام زرار ويعني الحاجات بتاعتهم. الحمد لله التكييف اشتغل. التكييف طلع هوا سخن. انا حسيت وقتها ان هو ما شغلش التكييف، هو شغل المروحه بتاعت فرن ملهاش حل. مسكت في رقبته قلت له صديق هذا هوا ساخن. ما في معلوم صديق. صديق اتزهقت. ما في معلوم صديق ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ ما في معلوم صديق. مين؟ ايوه يا جدع، هو مفيش دم؟
لغايه لما في طريقه معينه كده اي حاجه، المهم الراجل ده فهم ان الهواء ده سخن، قام عدل البرنامج والحمد لله طلع هواء ساقع. صديق حول ومشي، وبعد كده انا فضلت قاعد في الاوضه المكيفه اللي ما كانش فيها اي ميزه الا ان الاوضه مكيفه. طبعا كان بين السفر وبين ان انا وصلت تقريبا كنا دخلنا في حوالي 24 ساعه. عايز اكلم اهلي، عايز اكلم صحابي، عايز اكلم اخويا، عايز اللي هو خلاص عايز اتواصل مع العالم. يعني انا طول الفتره ديت انا يا اما واحد مش طايقني ووقعت عين لحمه، يا اما واحد بيقول لي صديقه بينصب عليا، يا اما واحده عايزه مني فلوس بالضرايب وما كانتش راضيه تنيمني. فانا ما فيش اي بوزيتيف انرجي كانت موجوده. انا عايز اخد بوزيتيف انرجي، عايز اكلم امي، يعني عايز اكلم امي. افتح الماسنجر اجي ارن مفيش اي صوت، افتح الواتس اجي ارن مفيش اي صوت. ايه يا جماعه المشكله في ايه؟ طب المشكله عندكم؟ انا في الاول توقعت ان النت عندي ضعيف، قلت اصبر شويه لغايه ساعه كمان، وانا كنت هموت وانام بس عايز اكلم اهلي اطمنهم عليا. قمت بعد كده كمان بعد ساعه رنيت تاني برضه مفيش. لا بقى ما هو مش هتبقى مصيده فيران وتقلب لفرنه وفي الاخر ما يكونش فيه واي فاي عدل. يعني على بختي وبختك يابا. ايه ده؟ عشمني بيه وغدر بيا. ومين ده؟ حببني فيه وسابني يابا. قمت نازل تحت، وانا بقى نازل انها اتخانق. لقيت البنت العربيه واقفه وبابتسامتها الجميله. انا خلاص انا مش جاي اتخانق. قولي لي انت برج ايه؟ ممكن اساعدك بحاجه؟ قلت لها انا النت تقريبا في مشكله، كل لما اجي ارن على اهلي ما بي او ارن على اي حد ما بيجمعش. قالت لي لا دي مش مشكله، انت لازم تنزل في بي ان. ايه الفي بي ان ده؟ بيعمل ايه في بي ان ده؟ قالت لي لازم تنزل برنامج اسمه في بي ان علشان تعرف تكلم اهلك، علشان هنا مش هتعرف تكلمهم الا عن طريق البرنامج ده. وهنا بقى بدات اسمع اسامي برامج يعني عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا استعملها. مش بقول لك بقى عمري ما كنت اتخيل ان هي اصلا موجوده. برامج فعلا مخصصه بس للامارات والقطر والخليج زي بوت متواصل، في برامج كتيره جدا للموضوع ده. انا نزلت برنامج منهم وكلمت اهلي وكلمت اصحابي، كل واحد فيهم ينزل نفس البرنامج وكل واحد يسجل علشان نعرف نتواصل معاه. عرفت اتواصل معاهم والحمد لله الدنيا حلوه. انام وانا جاي انام سمعت صوت كده ده ايه الصوت ده؟ ده صوت بطني. طبعا واحد بقاله 24 ساعه ما كلش اي حاجه، والوجبه اللي دفع ثمنها اللي جالها بدله الراجل اللي كان جنبي، فانا ما اكلتش. قمت رن على الريسبشن لقيت لينا تاني بترد عليا. طيب قمت قافل في وشها، والله هي تعبت معايا جامد. وقمت نازل برضه للعربيه، هي برضه كانت بدات تزهق مني. قلت لها لو سمحت يا جدعان، فقالت لي ان المطعم قافل، انت ممكن تستنى البريكفاست اللي هو بيفتح الساعه 7 الصبح. طب انا افضل قاعد لغايه 7 اعمل ايه؟ طيب انا في ماركت جنبك اخش ان انا اروح اشتري اي حاجه. طلعت من الماركت انا حسيت ان المصيده الفيران دي مش مصيده، دي كانت جنه. ليه بقى؟ ليه انا دخلت جهنم؟ انا دخلت جهنم. من مصادر الفيران بقت بالنسبه لك جنه اول لما انت تشوف الرطوبه والحر اللي موجود في الشارع. غير كده ان انا لما دخلت او مش دخلت بقى، قربت على الماركت الحمد لله ما دخلتش، افتكرت ان انا معيش دراهم. انت معاك بالظبط 2 3 درهم، وفيما بعد انت ممكن عرفت ان 3 درهم انت ممكن تجيب خرج، ده اخرك بقى. قمت راجع الفندق زي المحترم. قمت خلاص شفت بقى ايام بقى سيده كربط حاجه على بطنك واطلع نام. وطلعت نمت، وتاني يوم صحيت على المكالمه. لو عايز تعرف المكالمه اللي انا صحيت عليها ما تنساش تدوس اشتراك وتدوس لايك وتفعل زر الجرس علشان تعرف المكالمه دي كانت من ايه. كان معاكم عبد الله فنيتو، اشوفكم في حلقه جديده. سلام.